لما جمال عبد الناصر أمم قناة السويس سنة 56 نحن كنا الصوت الوحيد اللي اعترض، وكان غريبة جدا أن عند أهلنا هنا أن نعترض نحن على تأميم قناة السويس وفرض الإنجليز والفرنسيين. فنحن قلنا نحن ما بنعترض على التأميم، لكن بنعترض على مبدأ التأميم اللي يكون استفزازي بالصورة دي. والغربيين عندهم مصالح استراتيجية وسياسية واقتصادية في قناة السويس، ولا يمكن أن تلوى يدهم بالصورة دي ثم يسكتوا عن الأمر ده. راح يجوا ويقاتلوا ليستردوا قناة السويس بصورة أو بأخرى. نحن ما بنقدر ننهض لعداوتهم، ده بيضطرنا لأن نمشي للروس، بيكون في خلل في توازن القوى. الروس ما راح يخدمونا لأنفسنا، لمصالحهم. فنحن كنا دعينا جمال عبد الناصر أنه يتخذ سياسة في الوسط، أنه يجيب شركة قناة السويس ويتفاوض معها على أن يعوضها، أنه قناة السويس دي ما بتعني لمصر إلا إذلال لها. فنحن من الناحية السياسية مش من الناحية الاقتصادية عايزين نسترد قناة السويس. فضل لكم 12 سنة من امتيازكم، كان فاضل في الوقت ذاك 12 سنة. فقلنا إذا كان وافقوا على التعويض يعوضوا، إذا قالوا لا لازم نستمر ل 12 سنة يديهم ال 12 سنة. بعدين هي بتعود لمصر بسلام بمنشآتها وبكل حاجاتها، ما يدخل في عداوات تضطر لأن يكون مع الشيوعيين ويخل توازن القوى. ده الأمر الحسن.